سيدي قدم لنا راسك، شكون انت؟ أنا إسماعيل مزيان، مواطن من جامعة مولاي عبد الله. كنشتغل في الفلاحة وكنسكن بنفس الجامعة. أحد 15 شهر يناير، بعد ما أديت صلاة المغرب في نفس المنزل اللي كنسكن فيه، اتجهت في اتجاه المنزل ديال العائلة ديال الزوجة ديالي، حيث كان هناك الزوجة رفقة الأبناء، وكانت تركت المنزل ديالي فارغ، يعني ما بقى فيه حتى واحد. وأثار الانتباه ديالي وأنا كنتجه في هذا الطريق ديال العائلة ديال الزوجة ديالي، أن واحد السيارة من نوع خفيف يعني انطلقت بلا يعني بدون إنارة. يعني شنو ماركة السيارة؟ السيارة من نوع يعني كانت هناك ظلام. أنا ما إما يعني تقريبا تكون نوع كليو. كانت متجهة بواحد السرعة، بحيث أنا حاولت نعرف بهذه السيارة يعني اللي الناس كيتواجهوا بها يتواجدوا بها، لكن ما استطعتش الا ان اثار الانتباه ديالي نزول احد الاشخاص من السياره بواحد السرعه، مما اثار انتباهي. وشت هذا السيد، تاكدت من الهويه ديالو، وهو احد الاشخاص اللي كيسكن في الجوار ديالنا. وفور خروجي من المنزل ديال العائله ديال الزوجه ديالي عرفت هذا السيد بلا كان بقى كيترصد الخروج ديالي باش يعلم باقي افراد العصابه اللي كانوا قد سرقوا المنزل ديالي. ومن بعد ملي تاكدت بلي وقع السرقه، حاولت نبحث على الارقام ديال هاد افراد هاد العصابه. شنو سرقوا هاد الناس ملي دخلوا المنزل ديالك؟ ومنين دخلوا من النافذه، النافذه الخلفيه الشرجم، بعد التكسير بعد تحطيمه. وسرقوا تلفاز من نوع سامسونج، تلفاز مسطح، وبعض وقدر مالي، مبلغ مالي قدره 22,000 درهم. حقيبة كانت بها بعض الوثائق وكانت مغلقة بقفل، وأيضا بعض المجوهرات ديال الزوجة ديالي. هادشي كله داو؟ هادشي ما كان داو شي شيكات شي حاجة؟ هناك أيضا يعني كارني ديال الشيكات وغير موقع، وهاتف بسيط. وبعد الاطلاع ديالي على هاد الشيء اللي وقع في الدار ديالي، حاولت اتصلت بالدرك الملكي اللي سيدي بوزيد اللي جاوا بسرعه باش يطالعوا على صوروا المكان اللي تسرق، وحاولنا نبحثوا على المجرمين. بالفعل اعتقلوا احد الاشخاص ورهن البحث الان. تطورات بواحد السرعه، تطورات هذه الاحداث، وبانت سرقه اخرى من بعد السرقه ديالي اللي تعتقلوا يومين بعد السرقه ديال المنزل ديالي، اللي تعتقلوا السرقه ديال المهاجره، المنزل ديال المهاجره اللي صافيه اللي كت بالديار الغربه، اللي استغلوا الخروج ديالها لعدم وجودها بالفيلا، وسرقوا بعض الاغراض ديالها الثمينه. الان الدرك الملكي كيقوم بواحد المجهودات كبيره، وهناك الاعتقال ديال احد العناصر، والبحث جاري على باقي العناصر اللي في حاله فرار. شحال تقريبا هما؟ يعني يقدر يكون العدد يكون اكثر من اللي كنتوقعوا حنا.
يقدر يكون العدد اكثر من اللي كنتوقعوا حنا، الا ان هما كلهم العناصر تقريبا ابناء المنطقه. هما كاملين ابناء المنطقه وفيهم بعض ذوي السوابق. ذوي السوابق ومن اسره واحده هما ربما. هما تقريبا ما بعادش بعضهم في القرى. والمشكل اللي ولينا كنتخوفوا منه واللي كيتخوفوا منه جميع الضحايا وهو التهديدات اللي كيطلقها زعيم العصابه اللي كيدعي بالنفوذ ديالو وكيف لدى القضاء. وكان يعني حنا ولينا متخوفين بزاف من كيبيعوا الاراضي وكيشريوا القضاء. يعني هناك المحاوله ديال العائله ديالو اللي بالامس كتحاول تبيع واحد القطعه ارضيه في دوار بلاد القرايه بنفس الدوار يعني بالجوار ديالنا. وهذا مما يثير اشمئزاز الناس يعني كتخوفوا نتوما من المحاكمه ديالو وربما ما تكونش محاكمه عادله. يقدر تكون محاكمه غير عادله والضحايا او المجرمين كيبقاو في يعني يبقاو يمارسوا نفس الافعال ديالهم يمارسوا نفس الافعال ويسبوا في ازعاج المواطنين. شنو المطلب ديالكم نتوما بالنسبه للمستوى القضائي؟ المطلب ديالنا وهو العداله هو العداله تاخذ المجرى ديالها والانصاف ديال باش ياخذوا هاد المجرمين اقصى. الاغراض ديالك لقيتيهم انت ولا مازال؟ الاغراض ديالي ما لقيتهم شيء لحد الان. كيتصلوا بك شي ناس كيتصلوا هناك يعني المجرمين يعني وقع في على هاد العصابه الافراد ديالها تقريبا وقع بيناتهم واحد الانشقاق ولاو الان كل يعني هناك عناصر كيتبادل التهم هذاك هو اللي شفر لك هذاك هو اللي شفر لك. يعني هذا هو المشكل اللي وقع وكل واحد كيتبرأ من السرقه ديال المنزل ديالي وبالطريقه ديالو الخاصه. وهناك هناك وعود باش يردوا لي الاشغال ديال الحوايج الامتعه ديالي المسروقه. رغم ذلك حنا الامل ديالنا في العداله كبير وان شاء الله غادي المجرمين ياخذوا الجزاء ديالهم وتهنى هذه المنطقه من جميع هاد السرقات اللي تكاثرت بواحد السرعه كثيره. وتقريبا هناك تنفيذ واحد العشرات السرقات في ظرف شهر واحد. يعني راه هناك إجرام من نوع خطير.